اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى أخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بألف خير. ألذ وأطعم كيك اسفنجي هتعمليه بدون مضرب كهربائي، وهنعمله بأسهل طريقة، وكله كده في الخلاط. معانا كده الكيك هش كده وطري واسفنجي في منتهى الجمال، تحفة. يلا بقى بينا نشوف هنعمل الكيك القمر بتاعنا ده ازاي. انا معايا كده كبة الخلاط او شفشق الخلاط العادي، بس لو الشفشق الخلاط بتاعك يكون قوي هتعملي فيه، مش قوي عندك كبة هتعملي في قلب الكبة. هنزل كده بحوالي كده 4 برتقانات بلدي انا شايله منه البذر، ومعايا كده قشر كده برتقانايه. يعني هنشيل بس القشره الخارجيه الخفيفه دي، وهنعصرهم كده مع بعض كده، وهنسل كده عليهم كده بربع كوبايه بس من الميه، وبعد كده هنصفيها بمصفة السلك. طبعا انا عملتها معاكم قبل كده بالبرتقانيه الكامله بقشرها، بس طبعا لو بلدي هتشيلي منه البذر، برضو بتبقى تحفه. في نفس الكبه كده هنعمل كده، هننزل بيه 4 بيضات بدرجه حراره المطبخ. هنزل كده عليهم بكوبايتين الا ربع من السكر، وعليهم كده كوبايتين ونص من عصير البرتقال، وهنزل كده برشه كده من الفانيليا استايله، او بحوالي كده باكو من الفانيليا البودر. ومعايا كده 5 كوبايات من الدقيق او الطحين، طبعا ده انا نخلاه. ومعايا كده كيسين من البيكنج باودر. طبعا بنفس الكوبايه اللي احنا عيرنا بيها السكر، هنعير بيها برضو الدقيق. 5 كوبايات من الدقيق او الطحين، عليهم برضو كوبايه ونص من الزيت، يكون اهم حاجه من النوع نضيف اللي ملهوش ريحه، علشان طبعا ما يأثرش كده في ريحه وطعم الكيك. رشه كده بسيطه كده من الملح، وهنضربهم كده في الكبة بالشكل ده. صينيه كده مدهونه زيت، مبدرها كده بحبه من الدقيق. طبعا انا هعمل مقدار صينيتين، المقدار ده صينيتين. لو هتعملي صينيه هت هتعملي مقدار صينيه واحده. بقى انا كده ضعفت المقدار. طبعا صينيه كده كبيره، وهنزل بقى بالخليط الكيك، وهدخلها كده على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص لحد ما تستوي معانا وتبقى معانا بالشكل ده، في منتهى الجمال، تحفه. ألذ وأطعم كيك برتقان هتعمليه مع كوباية بقى شاي بحليب وعيش اللحظة، وهتعمليها بأسهل طريقة، وهتنجح معاكي من أول مرة. ما شاء الله، معانا كده الكيك هش وسفنج وطري ومش مفرغ كده، ما شاء الله تحفة. جربوها على طريقتي إن شاء الله هتعجبكم. نتقابل إن شاء الله مع فيديو جديد.